هذا نعم سيدي واحد الشفار دخل باش يسرق واحد الدار. ايوا ملي دخل لقى المراه وراجلها جالسين وهو يشوف في المراه وقال لها شنو سميتك. المراه تخلعت وجاوبات وقالت له سميتي حليمه. وهو يقول لها حليمه حليمه سميت الوالده. صافي ما تخافيش ما غاديش نقيسك. وهو يدور عند الراجل وسولو قال له وانت يا شنو سميتك. قال له يا خويا سميتي بوعزه ولكن كيعيطوا ليا حليمه. الحناش قال لك كانوا تابعين شي حشيشيين. ايوا وخسرت ليهم الصطافيط وهما يركبوا في الطوموبيل ديال الكنور. ايوا بقاو تابعينهم ومني شدوا واحد الحشيشي وطلعوه لذاك الطوموبيل ديال الكنور وهو يبدا كيضحك الطريق كامله وهو يضحك. وهما يقولوا ليه مالك انت يا من الصباح وانت يا كضحك ياك لاباس. شاف فيهم وقال لهم شفت كنور ديال الدجاج شفت كنور ديال البقري ديال الحوت ولكن عمرني شفت شي كنور بالحناش. واحد صاحبي شاف واحد البنت عجباتو وبغاها للحلال ما علينا. ايوا مشى جبد واحد 50 درهم من جيبو وكتب فيها النمره ديال التليفون ديالو ومشى بقى تابعها وشويه هو يقول لها اختي سمحي لي عافاك راه طاحت ليكي هادي. حتى هي ما صدقاتش من العاكزين شدتها ودارت له واحد الضحكه وقالت ليه شكرا. ايوا وبقات غاديه وهو تابعها ما وقفت حتى لعند واحد مول الطبله ديال الببوش. صافي ضمونضات وكلات وعرقتها وهي تجبد داك 50 درهم وبلا ما شافت النمره ديال صاحبنا اللي مكتوبه تما وعطاتها لذاك المول الببوش خلصاتو. ويا خوتي المشكله ماشي هنا، المشكله هو ان داك مول الببوش والليل كامل وهو كيصوني على السيد وكيصيفط له في الميساجات وكيقول ليه كيف جاك الببوش الزين واش عجبك. كنت غادي ما بيا ما عليا وهي تعيط ليا واحد الشيبانيه وقالت لي اجي يا سيدي الله يرضي عليك اجي وليدي اجي الله يرضي عليك. مشيت لعندها يا خوتي وهي تعطيني التليفون ديالها وقالت لي هاك الله يرضي عليك جبد لي النمره ديال بنت فاطمه. قلت لها اييه الحاجه اييه نديرو الخير مالنا. بديت نعم سيدي كنقلب لها في التليفون لقيت يلاه عندها شي 4 ديال النوامر. قلت ليها والحاجه راه عندك غير سعاد وخديجه وحمد ونعيمه ما عندك شي بنت فاطمه. شافت فيا مخنزره وقالت لي هي القرايه قريتو بحال اللي ما قريتوش غير كتضيعوا والديكم وصافي. راه نعيمه هي بنت فاطمه هي المكلخ. اييه الحاجه اييه الله يرحم الوالدين بصح عندك الصح راني مكلخ ومضبع اللي داير فيك راسي. يا خوتي كنت غادي في واحد الطاكسي كبيره من طنجة للرباط ما علينا. ايوا وركبنا بينا 6 في الطاكسي وركبت معنا واحد الشيبانيه وهي تقول الشيفور الله يرضي عليك يا وليدي الله يرضي عليك ملي نوصلوا للقنيطره علمني الله يرضي عليك. راني شيبانيه وما كنعرف والو. المراه مسكينه صافي داها النعاس والشيفور بقى غادي ونسى داز القنيطره وحتى وصلنا للرباط وهو عادي يتفكر شو غنقول لكم. وحنايا الركاب بقى فينا الحال وضربنا في مول الطاكسي قلنا له حشومه عليك دابا هاد السيده مسكينه اللي كبيره وما عارفه والو وقالت لك ملي توصل للقنيطره فيقني وانت ما فيقتيهاش دابا ضروري خصك تقلب الدوره وترجعها حشومه. صافي يا خوتي رجع قلب الدوره ورجعنا حتى للقنيطره. ومنين وصلنا للقنيطره هو ينوضها والحاجه نوضي راح وصلنا للقنيطره على سلامتك نوض نزلي. وهي تشوف فيه قالت له لا يا وليدي لا شكون قال لك انا غادي ننزل انا راني غاديه للرباط راه غير بنتي قالت لي منين توصلي يا امي للقنيطره شربي الدواء ديالك.
اش غنقول لكم يا خوتي؟ هو الشيفور طار عليها كان غادي يعضها، حنايا كنشدو ونجرو وهو كيجر، ما بغاش يتفك لينا، ما فكيناها غير ب 66 كشي فلاح. واحد المرأة قالت لراجلها: حبيبي وحبيبي، عافاك غادي نطلبك واحد الطليبة، عافاك ما واش ممكن ما تبقاش تكمي الحشيش؟ جاوبها هو: ايه الحبيبة ديالي، ايه مرحبا، ممكن، ولكن انتيا تانا نطلبك طليبة، واش ممكن ما تبقايش ديري الماكياج؟ شافت فيه هي وقالت ليه: ولكن انا راني كندير الماكياج اللي كنتايا باش نبان ليك زوينه. شاف فيها هو وقال لها: ويه حتى انا راني كنكمي الحشيش على ودك نتيا باش نشوفك زوينه. هذا نعم سيدي، واحد الحلاق كان كيعلم ولده الصغير، كيعلمو الحلاقه، ما علينا. ايوا مسكين ولده كل ما كيغلط كينوض باه وكيشدو وكيبدا يضربو بالعصا، وداك الولد كيبدا يخوي لباه وما كتجي غير في الكليان مسكين. كل ما كيغلط كينوض باه كيبدا يشير عليه بالعصا كيجيبها في الكليان، داك الكليان مسكين عيا صابر، عيا صابر. وشويه والدري وهو يغلط وقطع داك الكليان، قطع له ودنو. وهو داك الولد شد داك الودن في يديه وقال له: عمي اش غادي نقول لك، راني قطعت لك ودنك بالغلط. جاوبوا الكليان: شافك باك؟ قال له الولد: لا ما شافنيش. قال له: رميها قبل ما يشوفك. مسكين الكليان عرف راسو ولا الدري حصلو بواه قطع له ودنو، غادي ينوض عشان يبدا يقتل فيه بالعصا وغادي يجي غير في الكليان. اللهم قال: اللهم تجي في ودني ولا تجي في ودني وفي صحتي. واحد الراجل تقلق وطلع له الدم وما بقاش يصبر، وهو يحل الشرجم ديال ظهرو وخرج منه وبدا كيقول لهم: صافي راني مليت وغادي ننتحر. وهو يطلل عليه جارهم اللي حداه وقال ليه: والعربي اجيب على الله يرضي عليك، هابط ياك، هابط، هاك دي معاك هاد الخنشه ديال الزبل. ويلي مع من عايشين حنا، مع من عايشين ولا احساس لا ضمير يا خوتي والو، وتقولوا واش حسوا به. هذا واحد الحمار صغير جا لعند امو كيجري وقال ليها: ماما علاش كيبقاو يعيطوا عليا وكيقولوا لي حمار؟ وهي تجاوبوا الحمار امو وقالت ليه: لا يا وليدي، لا، انت راك ماشي حمار، انت راك دحش. الحمار راه هو بواك،